الصباع اللي يوجعك اقطعه. وداعا ويز اير. دي احداث دي احداث دي احداث. الانبوكس اتهرى مسجات. الحق ويز اير، شوف ويز اير. مش دي ويز اير اللي انتوا يا جماعه كل يوم تشتكوا منها وبتتاخر وبتكنسل وكانت كخه؟ دلوقتي حلوت ويز اير خلاص بقت البريمو. ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. 14 يوليو 2025 اعلنت ويز اير انسحابها من الشراكه مع اي دي كيو في ويز اير ابو ظبي واغلاق عملياتها في الشرق الاوسط. تعالوا احكي لكم ايه الحكايه مع دوله. ويز اير هي واحده من اشهر شركات الطيران الاقتصادي في العالم، وهي شركه مجريه وبتعمل تحت اكتر من جناح، منهم ويز اير مالطا، ويز اير المجر، ويز اير يو كي، وويز اير ابو ظبي اللي اتاسست في سنه 2020 بالشراكه بين ويز اير وبين مؤسسه ابو ظبي القابضه اي دي كيو. في البيان بتاعهم ويز اير قالت سببين: اول حاجه الصعوبات التشغيليه، رقم 2 الظروف الجيوسياسية. فهل دي الحقيقة فعلا ولا في أسباب تانية ورا الموضوع ده؟ الحقيقة إن السبب اللي قالوه مش هو السبب الحقيقي، والسبب زي ما قلنا في الأول صباعك اللي بيوجعك اقطعه. وعمليات ويز اير ابو ظبي من اكتر العمليات اللي بتخسر في ويز اير على مستوى العالم. ويز اير تقلصت ارباحها في سنه 24-25 بنسبه 41.5%، من 365 مليون يورو الى 213 مليون يورو. بالنسبه لويز اير ابو ظبي فهي بتحقق خسائر من اول انشائها، والخسائر دي وصلت في 24-25 ل 39 مليون يورو، والسنة اللي قبلها كانت 35 مليون يورو. احتمال كبير تفضل الوجهات الأوروبية والأسيوية تشتغل لأبو ظبي، بس تقفل الوجهات اللي ما بين دول الخليج وبعضها، زي بين الإمارات والسعودية أو بين الإمارات ومصر، وده اللي هنشوفه في الفترة الجاية. القرار ابتداء من 1 سبتمبر 2025، فلو كنت حاجز على ويز اير شوف لك بديل، ولكن مش هتلاقي بديل أرخص. شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وفولو على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك. أشوفكم على سفر بإذن الله.